قبل ما نبدأ في الملخص، لو عجبك الفيديو اعمل لايك، اشترك لو لسه مش مشترك، وكمان فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبتدي. بتبدأ القصة بالتحضير لعرض أزياء شهير للمصمم المعروف جوزيف، اللي بيشجع الجميع بكلامه الساحر وشكله الجميل، وبيتمم بنفسه على كل الأمور، ودايما واكله الفضول. وفجأة بتدخل عليه المساعدة بتاعته وبتبلغه بوصول رئيس التحرير المشهورة بتول، وبنفسه بيروح يستقبلها وبيشكرها على حضورها، وبيعرفها على واحدة اسمها وانج، ودي بقى بوما. الواد عصر على نفسه ليمونة علشان يتعامل معاها. في الوقت ده بتوصل بطلتنا جي صديقة جوزيف المقربة، وبتشجعه علشان يبدأ عرضه. وبعدها بيظهر بطلنا الوسيم ومين بوي فريند البطل القديم اللي انفصلت عنه من سنين، وبدأ الجدال بينهم لما اتريق على العقد اللي في رقبتها اللي يبقى تذكار من مامتها. وفي اللحظة دي بيوصل حبيبها نام وبيتعرف على ومين، وبيبدأ عرض الأزياء اللي فيه الفساتين أشكال والوان، والأهم فستان فيهم هو فستان العارضة سيون. لكن فجأة الكهرباء قطعت، وكان جوزيف المسكين بوزه شبرين وقاعد مع جي وسين ومين بيحاولوا يهونوا عليه وبيقدروا يغيروا له المود فعلا الصديق وقت الضيق. وبتبدأ الحفلة الجميلة، وبتصحى جي تاني يوم من نومها نلاقيها من غير هدومها، وتكتشف انها نامت الليلة في السرير ومين، وده ضايقها جدا. وطلعت جاري تقابل حبيبها وقالت له انها نامت عند صاحبتها، لكن الواد طلع قافشها ومش مصدق ولا كلمة قالتها، وقال لها خلينا ننفصل، احنا مش مناسبين لبعض. وفي ثانية كرف لها، والبت من صدمتها كانت هتجيلها جلطة، راحت تقابل سيون صاحبتها، وبتكون نسيت محفظتها اللي لقاها العامل شيم. وبعدها وصل ومين وعرف من سيون ان جي سابت حبيبها نام، والبنت من احراجها قامت مشيت. في الوقت ده كان جوزيف قاعد مع والدته بيسمع تعليقات حفلته، واللي كلها بتهاجم الوانه وبيكون متضايق، وامه بتشغل فيديو الطفوله وبتخليه يرقص على اغنيته المفضله. نرجع لبطلتنا اللي بتشتغل مسؤوله علاقات عامه لعلامات تجاريه، وبتكون رئيستها بتحاول تقنع البومه وانج يستخدموا ازياء معينه في جلسه تصوير الفنانه جيدي، لكنها بتقول لها ان رئيسه العلاقات العامه بتول هي صاحبه الاختيار. وبتدخل عليهم جي بالقهوه، وبعدها بتطلب منها مديرتها تروح تقابل الرئيسه بتول وتقنعها تستخدم ازيائنا باي طريقه. وفي نفس الوقت سيون بتقدم القهوه لحبيبها واللي يبقى في نفس الوقت مديرها ومصمم ازياء، وبتكون جي بتاخد راي صديقها جوزيف، فبيقترح عليها تشتري لها فطيرتها المفضله، وعلى طول بتروح علشان تشتريها لها، لكن بتلاقيها خلصت وبتتحايل على البائع علشان يصنع لها وبيوافق، وبتروح بسرعه تشتري له المكونات المطلوبه علشان خلصت. اما سيون فبتتخانق مع حبيبها وبيحرجها قدام زمايلها، وبيبدا التنمر عليها، وبتدخل في خناقه مع زميلتها سيرين، وبدل ما حبيبها يساعدها او على صاحبتها ومنعها من العرض، فتعصبت عليه المسكينه وسابته ومشيت. وفي الوقت ده بتوصل جي عند الرئيسه بتول، وبيشوفها ومين، وبتعرف جي من المسؤوله ان الرئيسه متضايقه وبتحاول تساعد، وبيوصل ومين الفطيره بنفسه للرئيسه، اللي اول ما شافت جي هزقتها وكمان طردتها. وقعدت جي مستنيه ينتهي التصوير، وبعتت رساله لومين يعرفها وقت ما ينتهي التصوير، لكنها اتفاجئت بالرئيسه معديه بالعربيه، فدخلت تتخانق مع ومين اللي طلع ما شافش رسالتها اصلا، وقالت لها المساعده ان العقد بتاعها هو اللي انقذ مستقبلها، ووروها الصور وهي في طريقها لبيتها اتصلت بيها رئيستها وقالت لها ان جي دي قبلت تعرض ازيائهم، فطلعت جري على جوزيف تفرحه، فشافت صاحبتها سيون وشها شوارع، وعرفت اللي حصل بينها وبين حبيبها، فاقترحوا عليها اصدقائها تروح تعتذر لحبيبها لانها غلطانه. وافتكر ومين لحظه انفصاله مع جي، وعلى طول اعتذر لها على كل اللي عملوا معاها. وكان جوزيف المجنون اكتر واحد مصدوم، وراحوا كلهم مع سيون علشان تعتذر لحبيبها. واول ما وصلوا البيت وشافته سيون مع واحده غيرها، فرجعت قالت لاصحابها اللي كانوا هيموتوا من الصدمه، فنزلت جي من غيظها تزعق لحبيب صاحبتها. وهنا كانت المفاجاه الخاينه طلعت البومه وانجا. تاني يوم بتصحى جي من نومها بتتأنق وتلبس هدومها وبتروح تشتري قهوتها، وبتمشي وهي بتكلم صاحبتها، وبعدها بتشوف سين ومين متأنق وبتسأله على فين يا شملول، وبيقول لها انه عايز يرجع لجي وندمان انه سابها، وفي نفس الوقت مش عايز يكون مسؤول. وبتوصل جي شغلها وبتقول لها المديرة ان البومه وانجا راكباها الجنونة
سيما وبتسألها لو حصل بينهم حاجة، لكن مش بترضى تقول لها على اللي حصل، وبيدخلوا الاتنين عليها وبيحاولوا يتعاملوا معاها، لكنها أول ما شافتهم بدأت تمرمط فيهم، فخدتها المديرة على جنب وسألتها تاني لو كان بينهم حاجة، وهي أبدا، وعملت فيها البريئة. فرجعوا لها يتمحلسوا لها، لكنها دبست جي في مشوار للرئيسة بتول وأجبرتها المديرة بتاعتها تروح. وفي طريقها كلمها والدها وسألها عن أمها، فحاولت تتصل بجوزيف لكن ما ردش عليها، وجالها اتصال من النادي اللي معاه محفظتها وطلب يقابلها. وفي الوقت ده كانت بتول عاملة اجتماع، ووصلت جي علشان ترجع مفتاح العربية لهوانج، وهناك شافت حبيبها نام، ومن ارتباكها عملت مصيبة وشافها نام وخرج وراها يكلمها. وكانت أمها في المطعم مع ومين بياخد باله منها لأن عندها زهايمر، وبتوصل لهم جي. وفي نفس الوقت سيون قاعدة مع حبيبها بيحاول يشرح لها لكنه استفزها، فكبت المية في وشه وراحت مع صديقها ومين في جولة بالعربية، وعملوا مقلب في جي والبنت كانت هتقطع الخلف، وقعدوا مع بعض يشربوا. وحكت لها سيون على اللي عملته في حبيبها. وتاني يوم راحت تقابل شيم العامل اللي مع محفظتها، ووقع في حبها من اول ما شافها، لكنها قالت له بص انا مش فاضية للمرقعة، انا مش بنت متدلعة. فكتب لها رقمه على ايديها وقال لها لو احتجتيني ابقي كلميني، واخد بعضه ومشي. وتاني يوم كانت الفنانة جيدي بتألف في تصميمات علامة جي، وهوانج بتحاول تراضيها بأي طريقة، لكن جي كان فاض بيها وقالت لجيدي المفروض تلبسي أزياءنا زي ما اتفقنا. وحاولت هوانج تسكتها لكن جيدي طلعت مجنونة وطردتها. وعلشان المصايب بتيجي مرة واحدة اتصل بيها ومين وقال لها أمك مش لاقيينها، وطلعت جري تدور عليها. وفي اللحظة دي اتصلت بيها مديرتها وهزقتها بسبب المشكلة اللي عملتها، وراح ومين يدور على أمها وفعلا قدر يوصل لها. وراحت جي تعتذر للمسؤولة، وبعدها اتصلت بومين وشكرته على مساعدته ليها، واتكلموا مع بعض مدة طويلة. ودخلت سيون لقيت ومين مبتسم وقالت له ايه يا جن بدأت تتحن. وكانت جي في الوقت ده شربت لحد ما اتدرمغت، وكان ومين بيحاول يتصل بيها لكن لحياتها لمن تنادي. وفي الوقت ده بيوصل جوزيف وبياخد جي وبيقابل الحبيب شيم، وبيكون معجب كبير بجوزيف وبيطلب توقيعه. ولما بيقعد جوزيف مع جي بيفضل يتكلم معاه عن شيم وقد ايه هو وسيم وانه احلى من حبيبها الاول نام بكتير. وفي الوقت ده بيكون ومين شغال وبيعرض عليه صديقه يشتغل معاهم بدوام كامل بدل شغل القطاع اللي هو شغاله ده، وبيفضل يقنع فيه لحد ما يقتنع. وبتروح جي عند مديرتها اللي بتشرب على خسارتها لعقدهم مع جي دي، وبتتخانق مع جي، ولما بتلاقيها منهارة بتوعدها انها تتصرف. وفي الوقت ده بتكون سيون بتقدم في عرض هي والخبيثة سيرين، وبتحصل مشكلة بين سيرين وواحدة اخبث منها، لكن سيون بتتدخل وبتدافع عنها وبتوقف الخبيثة عند حدها، وبتشكرها سيرين على وقفتها جنبها. وبتبدأ صداقة بينهم فعلا لا محبة الا بعد عداوة. وبيكون جوزيف عمال يحكي لومين عن حبيب جي الوسيم شيم، وبعدها بيروح يقابل العقربة هوانج واللي جاية تشتري تصميماته، وبتفاجئهم انها اشترت كل الملابس اللي عندهم. وجوزي من الصدمة كانت هتجيله جلطة. في نفس الوقت جي بتعمل اتصالاتها بتحاول تلاقي وكالة يشتغلوا لحسابها، ولما بتزهق بتروح تقابل ومين وهي معاه بيجيلها اتصال من شيم وبيضحكها بكلامه شامم من ريحة حد يولع من الغيرة، وبياخد بعضه ويمشي. وتاني يوم بتلاقي جي مديرتها بتحتفل والبنت مش فاهمة حاجة، وبتعرف انهم هيشاركوا في عرض شركة روبلان الشهيرة. وبتتفاجئ لما بتعرف ان الرئيس بتاعهم يبقى حبيبها القديم نام، وبتطلب منها مديرتها تتوسط لهم عند الرئيس لكنها بترفض. وبتروح تحضر العرض وبتعمل شغل عالي مديرتها بتنبهر بيه. وبتيجي لجوزيف دعوة لحضور حفلة روبلاني وبيبقى طاير من الفرحة، لكن قبل العرض بساعة الجو بيمطر وكل تعبها راح على الارض. قالت لها مديرتها الله جاب الله خد الله عليه العوض، لكنها اقنعتها انه لسه في وقت وممكن يحضروا العرض جديد. وبدأت جي تعمل اتصالاتها ووصل جوزيف على الحفلة، وبتبدأ جي عرضها وبمساعدة ومين قدموا عرض متين. وسين وسيرين بقوا تنانين بتحلق في عالم الموضة والأناقة، وبينجح عرض جي وكل المشاهير بترقص وبتتفاعل معاهم. وبتروح جي تشكر أصحابها، وبعدها بتبقى مضطرة تمشي مع الرئيس نام، لكن ومين بيتدخل في اللحظة الأخيرة وبياخدها وبيجروا يلا سباق. وبعدها لبسوا ملابس تنكرية وبقت ليلة مش عادية، وكمان عملوا مشكلة مع مجموعة تانية وقضوا الليلة كلها بيجروا منهم. وتاني يوم صمم جوزيف شنطة
شنطة جديدة، وقال له الخياط ان ذوقك مختلف والشنطة تكلفتها عالية جدا. انفعل عليه جوزيف، ولما طلع بره فضل يبكي. وفي نفس الوقت هوانج واكله ودان المديرة بتول وبتقول لها ان في اشاعة بتقول ان تيري هنري المشهور جاي كوريا، وبتول المسؤولة عن استقباله. ومن كتر الزن فودانها اكدت لها المعلومة وقالت لها محتاجين حد صادق وامين يرافق هنري ويكون في السر. فاخدتها عند جي ورئيستها اللي دبستها في الحوار ده. وبعدها قابلت بتول ومين وعرضت عليه يبقى مصور في الحدث العالمي ذكية، والواد من الذهول تحسه مسطول. وكانت جي ورئيستها رايحين يستقبلوا تيري هنري، واول ما شاف رئيستها ركبته الجنونة وشه قلب ليمونة واخدته جي بالعربية وشكلها ليلة مش معدية. وكانوا مين مقضيها تصوير بيحضر ألبوم يعرضوا على المديرة بتول. وتاني يوم صحته جي من النوم وطلبت منه يبقى السواق بتاعهم، واخدته لبسته وروقته وراح بيهم هنري لمحطة القطار. فقال لها ومين بقولك ايه، انا سواق عربيات مش قطارات. بس خلاص اتدبس اللي كان ومن مكان للتاني ومرمط اللي جابوهم. وبيكون هنري بيرجع ذكرياته مع صديقه المقرب روي. وبالليل قعدوا ومين مع جي وسألها لو لسه بتحب نعمل انفصلت عنه، وما اديتوش اجابة مقنعة. وعلشان اللي يجي في سيرة العفريت يطلع له ظهر قدامه نام بشحمه ولحمه وشقط البنت وقال يعني عايزها في موضوع. ومن جرأته اعترف لها انه لسه بيحبها وطلب منها فرصة تانية لكنها ما ردتش عليه. وتاني يوم جوزيف كان بيدور على عارض يعرض شنطته لكن ولا حد عجبه لحد ما وصل شيم الوسيم اللي عنده كاريزما وحضور اذهله على طول. وكانت جي ومين مع هنري عند محطة قطر قديمة، وفجأة هنري المجنون زعق ولم الدنيا وانكشفت هويته وعملوا عليه حفلة ورجع يعيط زي العيال الصغيرة. ورجعت جي لمديرتها وكان هنري لغى مواعيده ورجع بلده. فادتها المديرة مجلة قديمة شافت فيها صورة صديقه روي، وراحوا له مكان شغله وكان خياط بدل، وعرفوا منه انه هيقفل المحل محدش بقى بيهتم بالتفصيل وبيروحوا للجاهز. فراحت لهنري وادته كارت الخياط والمجلة لكنه كان مصمم يمشي قبل ميعاده، لكن راح له محله واخد روي مقاساته وكأنه زبون ما يعرفوش. وبيكون الاتنين بيتعاملوا مع بعض ببرود. وتاني يوم عمل جوزيف متجر مؤقت يعرض فيه تصميمه، وفجأة بيوصل تيري المشهور وبيعمل قلبان على طول ومعاه نام وبيقول لجي انهم وقعوا عقد مع تيري ومن شروط العقد انه يحضر المعرض ده. ودخل اخد الشنطة وعمل قلبان. وفي نفس الوقت عجبت بتول صور ومين وقالت له القرار في ايد لجنة التحكيم. وكانت جي مع نام بيطلب منها يبدأوا من جديد، وبيكونوا مين لابس الحتة الجديدة ورايح يقابل جي. ولما شافها قال لها انه وقع في حبها وخلينا نرجع الذي مضى. بكت البطلة من حسرتها لانها خلاص بدأت علاقتها مع نام من جديد. فهزقته مين وسابته ومشيت. هنروح بقى لهنري اللي قاعد مع المديرة بتول وتحسه مشغول على طول وكانوا عاملين لايف. اما ومين فعمال بيغني وسعيد وبتبص له سيون باستغراب وعارفه انه على وشك الانهيار وبيتقل من جواه وبتقعد جنبه تواسيه. والله اصيله يا بنت يا سيون. وبالليل بتروح جي تقابل نام وبتكون بتختار له بدله جديده لكنه بيفاجئها بجزمه من ماركه مشهوره صعب حد يوصل لها وبتبقى مش مصدقه نفسها. وتاني يوم بتظبط جي نفسها وبتتكلم مع جوزيف وبيأكد عليها تحضر عيد ميلاد والدته. وفي نفس الوقت بيكون شيم بياكل مع ومين وشكلهم هيبقوا صحاب جامدين. وبيطلب شيم يفضل في بيته ومين لمدة شهر وبيقول له بص بقى انا هطبخ وهغسل وهروق لك الشقة. وبتكون جي قاعدة مع النجمة جيدي اللي مقضيها تصوير تقولش كبرت المشاهير وبتعرض عليها زي تلبسه وتتصور بيه. وكانت اللئيمة جيدي عينيها من جزمتها اللي جايبها لها حبيبها علشان من ماركة مشهورة. وبعدها بتروح على عيد ميلاد والدة جوزيف وبيوصل ومين وبتلاحظ ام جوزي ان جي ومين مش مستريحين. وفي ثانية حكى لها ومين على اللي حصل لكن جي خدت الواد على جنب وبستفته لكنه قرر انها تبقى صاحبته ويلا نسلم بقى. وتاني يوم كان جوزيف قاعد مع واحدة مجنونة وعصر على نفسه ليمونة لانه عايزها تروج لتصميماته لكنه في الاخر طردها ويلا نرش ملح. ده مش رش ملح يا حبيبي ده انت كده بتستحمى. وتاني يوم كانت جي عندها تصوير وكان معاها ومين ومسؤولة التصوير عينيها تطلع على ومين من حلاوته. وبالليل راحت جي تتعشى مع نام لقيته عازم المديرة بتول واللي تبقى المثل الاعلى لجي وفرحت جدا لما شافتها.
وبعدها راحت جي تقابل ومين وهو بيوصلها نامت، فاضطر يشيلها ويوصلها لبيتها. وتاني يوم كانت رئيسة جي بتتخانق مع هوانج، وبتوصل جي وبتعرف من صاحبتها ان الممثلة جي دي مش عايزة تصور في المطار، وبتبقى دي مصيبة ليهم. في نفس الوقت بيكون شيم واقف في حب واحدة اسمها سوزي، وراح جاب لها قهوة وفضل ماشي وراها زي المطارد المجنون، وفجأة طلب منها ياخد رقمها والبت ادتهوله. وكانت سيون قاعدة مع امها وابوها اللي بيحبوها وبيدعموها، وبتبقى البنت سعيدة. اما هوانج فبتروح تعيط لجوزيف والواد بيهديها وبتشكره ان هو الوحيد اللي بيهتم بيها، ومن كتر النحنحة صعبت على الولها. وفي الوقت ده راح شيم يقابل جي وسألها لو تعرف حد اسمه ومين، واداها دفتر صور ليها. انصدمت البت لما شافتها وافتكرت علاقتها مع ومين، لكن فجأة بيوصل نام وخرب اللحظات السعيدة وبياخدها تتعرف على أصدقائه والكل بيهنوها. وفجأة بيجيلها اتصال من مديرتها وبتقول لها ان جي دي وافقت على التصوير وبيكونوا محتاجين الحقيبة، وبتكون جي نسيتها في عربية ومين وبتتصل بيه، والواد بأقصى سرعة بيروح لها لكنه بيتأخر وبيبدأ التصوير وبتهزقها هوانج وبتحملها كل المسؤولية. وبيوصل ومين بعد الحفلة ما خلصت وبتديله جي كلمتين في جنابه وبتنفجر فيها عيني من الضغط، وما بيستحملش الولا وبيرد عليها ايه بقى يا شيخة. ولما بتروح جي بيتها بتفكر في اللي حصل لها. وتاني يوم بتقابل الرئيسة بتول سيون وبتسألها لو هتشارك في معرض ديانا التاريخي، وبتقول لها انها مش ناسية الحملات الاعلانية اللي قدمتها لديانا، لكن بتقول لها انهم خلاص اختاروا العارضات وهي مش هتشارك. في الوقت ده بيروحوا ومين وجوزيف مكانهم القديم وبيفتكروا ومين ذكرياتهم سوا وهم صغيرين. وفي نفس الوقت سيون بتقابل صديقها القديم سمير، وبالصدفة بيشوفوا سيرين بتشتغل في نفس المكان، وبتقول لها سيري انها بطلت عارضة ازياء وانها مش موهوبة زيها وانها سعيدة بمعرفتها والعمل معاها. وفي نفس الوقت بتكون جي عند مديرتها ومتعصبة جدا لان صاحبتها سيون اسمها مش موجود في قائمة معرض ديانا. وفي نفس الوقت شيم بدأ علاقته مع سوزي ويلا نحب في بعض ويا نهار لفلفة. وفي نفس الوقت بتقابل سيون جي اللي واقفة مع نام وبتقول لها انها مش زعلانة لان اسمها مش من ضمن قائمة ديانا، وبتسيبها مع حبيبها وتمشي. وبيكون ومين واقف مع جوزيف وبيقول له كفاية لحد هنا، انا مش هقف اتفرج وحبيبتي بتضيع قدام عيني. وفي ثانية كان عندها وخدها عزمها على العشاء، وفجأة قالت له انها بتحبه لكنها خايفة يرتبطوا من تاني لانهم لو انفصلوا مش هتآمن لحد من بعده. لكن الواد سحرها بوسامته وابتسامته. وتاني يوم ومين ركب العربية رايح يصور عيلة غنية، واتفاجئ ومين لان ابن العيلة الغنية يبقى نام. وفي نفس الوقت كان سيون مع حبيبها القديم بيحاول يقنعها ترجع عارضة من تاني او حتى يعمل لها برنامج تلفزيوني حرام تضيعي موهبتك، لكنها رفضت بالذوق وسابته ومشيت. وبتكون جي في المول بتعمل شوبينج وبتقع منها شنطة وبتديها لها واحدة شافتها، وبتكون دي صديقة والدة جوزيف. وفي نفس الوقت ام نام وبتعرف جي بالصدفة انها ام حبيبها نام وبيقعدوا مع بعض، وبتقول لها انها من زمان نفسها تقابل حبيبة ابنها، وبتكون معجبة جدا بجمالها وشخصيتها. وتاني يوم بتبدأ جي تحضيرات معرض ديانا التاريخي، وبتعرف المديرة من العارض ان في عارضة مهمة انسحبت من العرض وده هيعمل لهم مشكلة. وبتتبع العارضة دي سيون وعلى طول بتطلب من جي تقب وتغطس وتجيب سيون بأي طريقة. وفي نفس الوقت بتكون الممثلة جين عايزة تاخد حبيبها معاها، لكن هوانج واقفة في وشها بتحاول تمنعها وان ما ينفعش ينكشف هوية حبيبها. وبتوصل المديرة وبتديها على دماغها بترقع لها، وهوانج بتكون مصدومة. وبعد ما تمشي بتقول المديرة لهوانج اكيد مستقبلي كده انتهى بعد اللي عملته. وبيبدأ معرض ديانا وبتوصل العارضة سيون بإطلالة ولا أروع، بتقدر تخطف الكل بجمالها وأناقتها، والأخبار كلها بتتقلب بسبب إطلالة سيون. وبتقول الرئيسة بتقول المديرة وهوانج إن سيون مذهلة فعلا، عارضة أزياء جميلة موهوبة. وبعد الحفلة بياخد جوزيف جي على مكانهم القديم، وأول ما بتدخل بتتفاجئ بصورها في كل مكان، كل ذكرياتها القديمة مع ومين. وبتروح لومين وهي بتبكي وبتاخدوا حضن مطارات. وتاني يوم بيلعبوا في الحديقة وبتكون سين وجوزيف بينموا عليهم وبيتفقوا يعملوا مخيم مع بعض. وبيوصل سمير حبيب سيون انا معاك وراكب في اي مصلحة. ولما بتروح جي الشغل بتلاقيهم عاملين اجتماع، وبتبقى جي مستغربة معاملة الكل معاها، وبتسأل المديرة هو انا عملت حاجة غلط ولا ايه، فبتقول لها اعتبري نفسك في اجازة
جاهزة؟ انت اكيد تعبانة من كتر الارتباط والانفصال. لكن جي بتضحك من كلامها. وفي نفس الوقت المديرة بتول بتعرض على سيون تصميم، وبيوصل صاحب التصميم وبيكون حبيب سيون القديم، ولما بيمشي وراها وبيحاول يقنعها لكن هي ابدا ومصممة على رأيها. بيجي ايميل لجوزيف من تيري هنري وبيعرض عليه يبقى المدير الابداعي لماركة عالمية شهيرة، وبالليل اصدقائه بيعرفوا بيهنوه، لكن جو حزين وعلى وشه تكشيرة السنين، وبيقول انه لو وافق فمضطر يعيش في باريس، وبيعرفهم وهو بيبكي انه بيحبهم ومش عايز يبعد عنهم. لكن مين بيضحك عليه عبيط ده ولا ايه؟ وفجأة بيقرر الكل يبيت في بيت جي، وتاني يوم في الشركة بيعرضوا على جيدي الفستان الجديد، واول ما بيفتحوا العلبة الكل بيتفاجئ ومحدش عارف ينطق، لكن جيدي بتنبهر بيه جدا، جاتك نيلة عليكي وعلى ذوقك. وبيكون جوزيف قاعد مع وكلاء الماركة العالمية وبيقول لهم ان مش هيقدر يقبل عرضهم لانه بيحب هويته ومتمسك بكيانه، وبيستأذنوا ويمشوا. وبتوصل هوانج علشان تهنئ جوهو وما تعرفش انه رافض العرض اصلا، وبيكون جو حزين لكن المساعدة بتاعته بتفضل جنبه وبتدعمه. وبيكون ومين وجي بيرقصوا على شط البحر ومقضيينها لفلفة واخر حلاوة. وتاني يوم بتصحى على تليفون من مديرتها وبتروح لها جارية، وبيكون فستان جيدي اختفى، والمديرة بتكون منفعلة جدا وبيدوروا عليه في كل حتة ومفيش فايدة. وهم ماشيين سمعوا عمال النظافة بيشتكوا من كتر الزبالة، وراحت المديرة وهوانج قلبوا مقلب الزبالة عليه تحتيه لحد ما لقوه، والمديرة اغمى عليها من الفرحة. وتاني يوم راحت جي تقابل نام، لكن السكرتيرة قالت لها انه مشغول فسابت له رسالة شكر مع السكرتيرة. وفي نفس الوقت بيكون شين بيقدم في تجارب اداء العارضين، وراح يحتفل بنجاحه مع حبيبته سوزي وجابت له هدية كانت عاجباه قوي. وفي نفس المكان راح الشباب علشان يتعشوا، واول ما قعدوا وصلت مساعدة جوزيف وقالت له ان جاله عرض جديد من تيري هنري، وانه موافق يشتغل معاهم من سيول ومش لازم يسافر باريس، وكمان يحافظ على كيانه زي ما هو عايز. وكان الكل مبهور حتى جوزيف ما كانش مصدق نفسه وقعد يعيط. وتاني يوم بيجمعوا في بيت جوزيف وبيقدم لهم جوزيف اول مجموعته الجديدة. وفي الشركة بتعرف جينا تكون المسؤولة عن تحضيرات ماركة ايرلين العالمية اللي هينعرض لأول مرة في كوريا. وبيكون جوزيف متوتر جدا وقلقان، لكن في وجود المساعدة بتاعته كله بيبقى تمام. وبتكون جي شغالة وبيجيلها ومين وملحقش يقول كلمتين اتصل عليه شيم، وفي ثانية كان عنده وعرف منه انه قبل كعارض ازياء لمجموعة سيول. وبتدخل جو بتبارك له وبيتعرفوا على حبيبته سوزي، وبعدها بيمشوا. وتاني يوم بتكون سيون بتصور عرض، والمخرج بيمسك العرضتين اللي معاها بيمهزق فيهم. وفجأة سيون بتفقد اعصابها وبتمسك المخرج تمهزق امه، وبيفعلوا الاتنين على بعض. وبيدخل سمير حبيبها وبيكب القهوة على المخرج ويلا بقى في داهية، وبيقول له انه صور كل حاجة ومعاملته السيئة دي وهيفتح امه، واخد سينه ومشي. وتاني يوم بتروح جي عند جوزيه بتلاقيه قاعد بيولول، وبيكون خلاص على وشك يخلص كل تصميماته لكنه متوتر جدا. وفي نفس الوقت بيقدم تيري هنري ماركة ايرلين بدل جوزيف، وبيكون جوزيف بيتفرج عليه مبسوط جدا والكل بيهنيه. وتاني يوم بيبدأ معرض ايرلين، واول ما بتوصل سين الكل بيعاملها كويس وبتبقى مستغربة من تغير الكل معاها. والحفلة بتبدأ وبتبقى مليانة بالمشاهير، وكالعادة جوزيف متوتر جدا لان الختمة بتاعته لسه ما وصلتش. وبيوصل الفستان اللي كان مستنيه لكن الوقت بيكون ضيق جدا، وبيكون لازم حد يبدأ الحفلة وجوزيف مشغول. فبيشاور لهم على ومين وبيقول ده انسب شخص يفتتح العرض. وبيلاقي ومين الكل بيبص له ايه يا جماعة هو في حاجة؟ وفعلا بيبدأ العرض مع ومين، وبعدها بتدخل سيون وبيبدأ عرض الازياء وكل فستان اجمد من التاني. وفي النهاية بتدخل سيون بالفستان الرئيسي اللي بيبهر الكل بحلاوته، وبيبقى الكل سعيد بالنجاح الرهيب اللي حققه جوزيف. وبيدخل جوزيف بنفسه يحيي كل الجمهور، وبيبقى الواد اخر حلاوة وشياكة واناقة. وبالليل الكل بيحتفل بنجاحهم مع بعض، وبتكون جي خارجة وبتقابل واحدة وبتعرف جي انها من وكالة انفاشون العالمية، وبتعرض على جي تدخل عالم الموضة من خلالهم وتشتغل مع المشاهير. وتاني يوم الكل بيتسابق عايزين يشتروا تصميمات جوزيف، وكمان بتخرج جي مع ومين وبتقول له ان جالها عرض من شركة كبيرة، وبيتجمعوا الاربعة مع بعض وقدر كل واحد يحقق حلمه وهابي اند
اندنج وانتهت القصة. لو وصلتوا لحد هنا يبقى اكيد الملخص عجبكم، فما تبخلوش علينا باللايك، انتظروني لايك وفولو اللي جاي كتير. مع السلامة.